ليه بنفضل متعلقين بناس بتوجعنا؟ وليه كل ما نحاول نمشي نرجع لهم تاني؟ لأن التعلق مش حب. أوقات كتير قوي بيكون احتياج اتزرع جوانا من الطفولة، ولما بنكون اتعودنا على الألم للأسف مع الوقت بنطمن له. كمان لما بنحس إن احنا ما نستحقش الأفضل بنرضى بالقليل. في نوع من أنواع الارتباط العاطفي اسمه تروماتيك بوندنج، بالعربي الترابط المؤلم. وده ببساطة لما تكون في علاقة فيها أذى نفسي متكرر، بس في نفس الوقت فيها لحظات صغيرة من الحنية والحب والاهتمام. وهنا العقل بيكون متلخبط جدا، مش قادر يصدق إن اللي بيأذي هو نفسه اللي بيطبطب عليه، وبيفضل للأسف متعلق على أمل إن اللحظة الحلوة ترجع تاني، وبينسى الألم اللي كان بيتكرر قبل كده. المشكلة بقى إن كل ده ما بيحصل وبيتكرر مع الوقت بيخلي العلاقة زي الإدمان. كل ما الشخص يوجعك يجي بعدها لحظة حنان فتفتكر إن ده الحب الحقيقي، لكن الحقيقة بقى إن ده رباط ناتج عن الألم مش عن الحب خالص. وهنا العقل بيربط ما بين اللي تعبك واللي بيريحك، وللأسف بيكون صعب عليه جدا إن هو يفرق ما بينهم، فتبقى أنت أسير للي بيأذيك ويوجعك ويكسرك. ده باختصار اللي بيحصل معاك لما تكون في علاقة مؤذية مش قادر تبعد عنها. ربنا قال في القرآن: من يتوكل على الله فهو حسبه. يعني اللي بيعتمد على ربنا مش هيحتاج يتعلق بحد لدرجة الموت أو الأذى النفسي. الثقة في ربنا بتفك أي رباط مؤذي مهما كان شكل الحب ده ايه. واخيرا اسأل نفسك السؤال ده: انا فعلا بحب الشخص ده ولا بس عقلي اتبرمج على الوجع؟ لو عرفت الإجابة هتبدأ بجد تتعافى وتتحرر، وساعتها باختيارك انت هتبعد عن الأذى وهتستنى الشخص المناسب السوي اللي عمره ما يفكر يأذيك باسم الحب.